أهلا بكم في نشرة مرور يوم الجمعة. سعدني أن أكون معكم اللواء أحمد هشام الخبير المروري. سيولة مرورية على معظم المحاور والميادين والطرق الرئيسية نظرا لليوم أجازة نهاية الأسبوع للمدارس والجامعات والمصالح الحكومية اللي بتردد عليها السادة المواطنين بكثافة. تأمين مناطق الأعمال أيضا أثناء صلاة الجمعة، خدمات مرورية مكثفة لمنع الانتظار الخاطئ والوقوف الممنوع، وإرشاد قيادة السيارات إلى ساحات الانتظار البديلة بالمناطق الدينية والجوامع الكبرى. أماكن المتنزهات تم تعزيزها من الصباح الباكر أيضا بخدمات مرورية مكثفة، وخاصة مناطق وسط المدينة والكورنيش والمولات والكافيتريات والمواسم النيلية وممشى أهل مصر، وذلك لتحقيق السيولة المرورية ومنع المواقف العشوائية. تنسيق تام ومستمر من غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارة المرور محافظات القاهرة الكبرى لمتابعة خطوط السير السريعة بمناسبة توجه السادة المواطنين ذهابا وإيابا إلى المحافظات الأخرى موطنهم الأصلي لقضاء أجازة نهاية الأسبوع. أيضا تنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة التقلبات الجوية وسرعة الرياح. أبرز ما لدينا اليوم غلق كلي لمحور أحمد الزمر بمدينة نصر بمناسبة إنشاء كوبري للمشاة بالمحطة 5 لقطار المونوريل لمدة 72 ساعة، والأعمال ليلا وسط علامات إرشادية وعلامات تنظيمية. سيولة مرورية مع تقلبات جوية مع تأمين المناطق الدينية وأماكن المتنزهات، وجمعة مباركة للمصريين.